سلا واحدة من أعرق المدن المغربية وأكثرها استقطابا لأهل العلم وطلاب المعرفة منذ زمن طويل وإلى يوم الناس هذا. جاءت فكرة إنشاء مدرسة ابن القاضي للقراءات القرآنية والرسم والضبط التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي في تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه، وهي التي ترى النور في هذا اليوم المبارك الذي يصادف الأحد 2 أكتوبر سنة 2011. وللإشارة فالإمام أبو زيد عبد الرحمن بن القاضي الذي سميت هذه المؤسسة باسمه يعد واحدا من كبار العلماء المغاربة المكناسيين الذين اشتغلوا بعلم القراءات والرسم والضبط في القرن 11 الهجري، حيث ترك مؤلفات عديدة في هذا المجال أوصلها البعض إلى 20 مؤلفة. ونفس الاهتمام بعلم القراءات كان حاصلا عند الإمام أبي شعيب الدكالي الذي سميت الجمعية باسمه. المؤسسة يعني تأسست بفضل الله تعالى يعني حوالي سنة 80 ميلادية، الآن يعني هي عندها 32 سنة، وأسسنا على يعني جعلناها للقرآن الكريم، لحفظ القرآن الكريم وتدريس العلوم، تجويد، يعني أداء رواية ورش، لأن رأينا أن هذه الأمور ضعفت، فكان همنا هو هذا، يعني نيتنا هذا. ثم يعني صاحبتها هذه النية وهذا الهدف، هدف علم القراءات. كذلك هذا العلم يعني الآن آل إلى الضعف، فرأينا أنه من الواجب علينا أن نؤدي يعني الواجب هذا العلم لنحييه في هذا البلاد الذي كان يسخر به في عبر تاريخه المجيد. ومدرسة ابن القاضي هذه وضعت منهجية واضحة المعالم في تدريس علم القراءات وتبسيطه لكافة طلابه وطالباته، كما حددت أهدافا وغايات تسبو تحقيقها في أقرب الآجال. أهداف هذه المدرسة، مدرسة ابن القاضي للقراءات القرآنية، فأولا كما قلنا تقريب هذا العلم وهذه القراءات إلى عموم الناس أو إلى المختصين بالقرآن تلاوة وتجويدا. ثانيا من أهداف هذه المدرسة محاولة نبش الماضي وإخراج أو استخراج المخطوطات لعلماء المغرب الحذق المتأصلين الذين لهم باع طويل في علم القراءات، فتحقق هذه المخطوطات وتنشر على أوسع نطاق ليستفيد منها يعني الناس في هذا الزمان. ومن الأهداف أيضا التي تسعى إليها هذه المدرسة أن نوجد جيلا قرآنيا في بيئة علمية متكاملة، وهذا ما نرجوه من الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه، ثم بإعانة إخواننا العلماء، وخاصة وقد أعطى أمير المؤمنين حفظه الله تعالى وأيده، أعطى لنا دفعة في هذا الباب، حيث أمر حفظه الله تعالى بإنشاء معهد للدراسات القرآنية والرسم والضبط. وقد حضر الحفل الرسمي لافتتاح هذه المؤسسة علماء أجلاء من مدن مغربية متعددة ومن تخصصات علمية مختلفة، كما حضره أيضا مجموعة من السادة رؤساء المجالس العلمية المحلية وشخصيات أخرى من أعيان المدينة وفقهائها. يفتخر المجلس العلمي المحلي بسلا أن يحط رحاله في هذا المبنى الذي يضم هذا المركب العلمي القرآني الكبير، هذه المدرسة التي أطلق عليها مدرسة الإمام أبي زيد عبد الرحمن بن القاضي للقراءات القرآنية والضبط والرسم، التابعة لجمعية أبي شعيب الدكالي لتعليم القرآن وتحفيظه. هذه الجمعية التي ما فتئت تعلم القرآن الكريم وتقوم بنشر القراءات القرآنية والرسم والضبط، وشيخها سيدي محمد السحابي عالم من علماء هذا الفن الكبير، فيقوم كذلك بدوره في تعليم هذا العلم. والمجلس العلمي المحلي ينسق مع الجمعية، خاصة وأن هذه الجمعية تشترط أن يكون التلميذ حافظا لكتاب الله على الأقل برواية ورش عن نافع حتى يمكن أن يستكمل القراءات القرآنية الأخرى. والأئمة والحمد لله هم منخرطون في هذه الجمعية،
وفي هذا المركز حتى يكون لمدينة سلا الخيرية والأفضلية في تعليم القرآن وتدريس علومه. وأجمعت كلمات المتدخلين في هذا الحفل القرآني البهيج الذي حضره أكثر من 1000 مشارك ما بين الرجال والنساء، أجمعت على قيمة هذه المدرسة ومدى الحاجة الماسة إليها، خصوصا في ظل الاهتمام البالغ لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقرآن الكريم وأهله في جميع ربوع هذا الوطن. ماذا يعني الاحتفال بمدرسة في القراءات؟ الاحتفال بمدرسة في القراءات معناه إحياء عهد طويل ومديد كان فيه المغاربة على رأس المعتنين بالقراءات، تؤخذ عنهم ويرحل إليهم فيها، وكتبهم تملأ الساحة إلى اليوم وتملأ المكتبات، وهي عمدة كل من طبع مصحفا أو ألف كتابا. كما حصل التأكيد على كون هذه المؤسسة ستفتح آفاقا جديدة للمهتمين بعلم القراءات والرسم والضبط، وستعيد لهذا العلم مكانته في بلد القرآن والحفاظ.